الحوار كله بيبدأ بعاصفة رعب بجد وموج عالي، واللي بيحصل ده كان كله بسبب حتة خناقة، رعب وموت بين بني آدم تانيين. الراجل صمم يد الضرب القاضي فحدف الرمح بتاعه واللي كان مليان تعويض في وش اتنين مباشرة. الصدمة بقى ان الضربة دي جابت من الآخر وعدت في جلد التنين. الناشف المرعب قدام الحوار ده التنين، لأن الموضوع ده مش منطقي ومصدوم جدا. ازاي الراجل ده وبيفنش وبيموت أصلا قادر يضحك وبيسأل نفسه هل إنسان بجد؟ اتنين كان مقهور عشانه، كان فاضل لسنة واحدة بس يوصل لليفيل ماكس يبقى رايت بوس كامل. ما هو بصراحة عاش ككيان روحي مرعب لمدة 999 سنة. اتجنن ازاي انهم جابوا اساطير متفصلة مخصوص عشان تصطاد الوحوش المقدسة دي، وبآخر شوية هيلس عنه. طب يسأل ليه هم شايلين كل الغل ده كله ضده؟ الراجل هو متدمر وجايب آخره قد على كيان تل. الوحش وقت سأله هو كان فاكر نفسه هيكس ايه في آخر الفايد ده. الإنسان رد انه عمل ده عشان بس يرد الدين القديم اللي عليه ناحية معلمة. وبعدين بص فوق وسط المطر وبيفكر هالحوار ده خلاص كده هو بيفنشوا على شاف الموت اتنين ده سمع صوت غامض بيسأله عن اسمه. التنين الروحي ده تجنن تماما، صار خباغه الكبير كان عايز يعرف مين اللي بيتكلم ده، وفي لحظتها حصل انفجار طاقة ونار مسح المكان ده من الخريطة تماما. هنا التنين سأل نفسه هل هو كاريت بوس قدر يموت ويسمرف كحيوان أليف كيوت الطريقة العبيطة دي. وسط كل الفراغ والظلمة دي في صوت غامض جدا بدأ يتردد ويشد انتباه. البطل فاق وركز، سأل نفسه هو لسه عايش. بدأ يحس بضربات قلب العالي واكتشف ان طاقة الماجيك الأوبيف الكور اختفت، بس لسه في قوة مرعبة بقى جسمه. لما مد ايده بطل الأسطوري استوعب انه متحاط من كل حيطان وفهم انه محبوس جوه مكان مقفول. الرايد بوس اتعصب وكان الجسم المرعب مستحيل يستسلم لمجرد ان حد قفل طاقته الأسطورية، وبكده ركز كل قوته اللي باقيه وكسر السجن ده. انفجار طاقة وبمرعب جدا اللي بتبقى بعد الانفجار الجامد ده حتت من قشرة مكسورة وقعت على الأرض. الرايد بوس وقع تعبان على الآخر وهو اكتشف انه مفيش عنده اي طاقة بدنية بقية، ولما بصل فوق لقى نفسه في قاعة ضخمة مليانة غبال من الذهب واستغرب جدا هو فين. بالظبط هتلاحظوا معايا بسرعة ان المكان غرقان حاجات نادرة ومميزة وغالية من كل ناحية. الوحش بتاع انبهر جدا وكان عايز يعرف مين اللي ممكن يقدر يجمع كل كمية الكنز المجنونة دي. ولما ركز أكتر في المكان أخد من حجر غريب محطوط في نص الهدايا وكان مكتوب عليه حاجة. الرسالة اللي السجالة بتتكلم عن طفل صغير اللي عمره ما شاف نور الدنيا وإنهم احتمال ما يتجمعوش مع بعض تاني. والكلام المكتوب خلاص بتمني السعادة، وده بيوضح إن الحجر الكبير ده كان مجرد قبر لحيوان ألف ليفل واحد. ولما وحشنا فهم الحوار ده سأل نفسه لو الأوضة دي مبنية مخصوص عشان يربوا فيها طفل. صعب عليه الموقف جدا. ومن دراعات التاني كان بيفكر لو المفروض يقرأ أي دعاية احتراما للقبر ده، لكن أول ما بطل لمس الحجر اكتشف إنه ملمس إيده هو شخصيا غريب دم بيكيوت. ولما شاف انعكاس واكتشف الصدمة الرايد بوس بقى مختلف تماما وكأنه بيلعب سمير. جسم المرعب اختفى. ريد بوست لما بص على كفوف بقت قصير وكيوت قوي ومش بس ايديه اللي صارت كرشه كمان بقى مدور ومقلبض بزياده بيشد خدود الطريه. هو مذهول زي جارو كيوت وبيسأل نفسه ازاي الريد بوس بقى كده. لما شاف انعكاسه في الكنوز دي البطل ده قال صدمة عمره لما استوعب حجم المين الجديد ده. حرفيا مش مصدق ازاي الرعب ده بقى أليف كده. ثواني ورجع لعقله وبدأ يفهم الليلة واستنتج ان ده اللي البشر بيسموه التناسخ في جسم تاني ومفيش حاجة يعملها دلوقتي. الجار المتنكر نام على الأرض احباط وتقبل انه لسه مش فاهم الحوار لك كله. اتنهد بملل. التنين الكيوت قرر يركز بس في يقدر يعمله في اللحظه دي وبدا يلف ويدور على اي لويت مفيد في المكان ده. وهو بقلب وسط جبال الكوينز دي فجاه لعب السيف مقدس ملعون شكله مرعب. شكل صاحبه القديم كان لو مريب شويه بعد مسك الدرع بيحاول اي حد لحجر بنظره بس حس ان اللتم ده كليشيه قوي ومل. بعدها شات جره قديمه وعارف ان فيها لعنه كلاسيك بتجيب جوع ابدي. ولما تفوق صندوق لا باشن غريب بياخد الصوت ويديك رجلين مكانه بس شاف ان الباف ده تعبان. في الماكس استغرب ليه المكان مليان ايتمز عجيبه الشكل ده وشك ان في ختم بطاقات عكس بعضها. فجاه البطل بتاعنا المح جوهره سوداء مدفونه وسط كل الكنز الذهب ده بص لفوق وهو بيحاول يفهم لو الاتم الاسطوري ده وجه وتتحرك من مكان عالي. وفوق خالص جبل جواهر بيلمع خطف كل انتباهه وهو مذهول من كميه العظمه دي. البوس الكيوت رائب جبل اللوت المهول اللي متجمع قدامه عينيه بتلمع من الطمع. احتفل جنون انه ضربنا ضربة العمر وهو بيفتح الجوهرة الصغيرة في ايده. المعلم أدرك إن البتاعة دي مليانة طاقة جبارة لوت أسطوري بجد. وكمان البطل السمارف بتاعنا حس ان طاقة السحر الأسود اللي فيها دي شبه طاقتها القديمة بالظبط يا شباب. أيام ما كان ريد بوس ومن غير تفكير مسك الجوهرة دي وقرر إنه لازم ياخد الحجر معاه بأي طريقة. بس وش البتاعة لبرة أخد بالها إنها لازقة في حتى الكور شكلها مستفز جدا. اتنين لي في الواحد بتاعنا عمال يعافر وحس إن البتاعة بدأت تتحرك وتطلع معاه حتة حتة. فضل يشد بكل عافيته وهو مركز جدا في المهمة بس المجهود خلى البوب الكيوت ده يقع
ورا وسط الكنز وهو متغاظ عشان الجوهرة معاندة ومش راضية تطلع الجذور. الذهب اللي ماسكت الحجر في مكانه بدأت تشد وتقفش أكتر، كل ما بيحاول يشدها لبرة شوية. وفجأة كده يا جدعان الحتة فكت أخيرا من مكانها والقوة. المفاجأة دي طيرته لورا في الهواء، وحتى وهو بيعها من فوق قبل الكنزاز معلم حضن الجوهرة في الهواء وحلف إنه مستحيل يسيبها تضيع منه ومش عارف يوزن نفسه. فالسمارف ده فضلت تشقلب بعض على جبل الفلوس ده بعد الوجع اللي توجع دي. معاك راسه وبتحسر إن يفلت ماكس القديم بتاع زمان ما كانش هيحس بالخبطة أصلا. ورمنا اتعور البطل بتاعنا ارتاح لما شاف إن كنز الغالي لسه في أمان بين إيديه. اللحظة دي برق شديد بدأ يضرب وينور القاعة الذهبي الكبيرة دي. التنين الصغير اتخض من المنظر ده وقام واقف بسرعة على حيله وحس بضغط مرعب مالي المكان. كله بورتال أزرق كده ظهر فجأة قبل في المكان وبيكشف في كيان قوي جدا بيقرب من الناحية التانية. قدام تهديد المرعب ده المعلم بدأ يشك إذا كان جسمه الريد بوس هيقدر يكسب الفايت دي أصلا. ورغم إن ده حاجة من نملة بس عامل فيها شبح واقف بقلب ميت وقال لهم أنا التنين المرعب من عائلة السحر الأسود العظيم. في نفس اللحظة البوابة الكبيرة فتحت على الأرض وجابت معاها ضيف تقيل هبة مرعبة من جواها. وسط النور ده ظهرت حاجة رجل ومخلب ذهبي خبطوا جامد في الأرض. فوق على طول ظهر شكل مرعب عين زرع متبرق وبتبص في كل حتة. الهابة دي طلع من 2 عملاق ذهبي فخم ظهر قدامنا. واقف باص للبطل بتاعنا وسط الكنز. البطل بتاعنا ولا جلا استعاد له الضربة وسأل له 2 ده فاكر نفسه هيخافوا بعلته المرعبة دي. البطل صمم وحلف إنه مش هيخسر المعركة دي أبدا مهما حصل. صاحبنا حاول يزقر زقرة ترعب قدامه عشان يبين ماضية الأسود الشرير بس اللي طلع في الآخر كان مجرد صوت تزيقة كيوت قوي. تنين الذهبي تنح ما بقاش فاهم أي حاجة من الصوت العبيط ده. وعشان يكمل الضحك البطل بتاعنا عطسة غريبة خلت العملاق ده هيستغرب إيه الصوت المضحك ده أصلا. ركز أكتر التنين أخد باله إن اللي قدامه مجرد بيبي لسه مولود. الوحش الذهبي ده قرب بالراحة ولقى إن البطل بتاعنا ميت من الرعب بيترعش وهو حاضن الجوهرة السوداء بتاعته التنين الصغير. سمع العملاق بيقوله مفيش داعي للخوف خالص حبيبي. في اللحظة دي جسم العملاق بدأ ينور جامد ويغير شكله. وسط النور ده التنين ده تحول لواحدة ست شلت بحنية قوي وبتسأله لو هو حابب الشكل ده أكتر. بطلنا تصدم جدا لما الست دي قالت له أنا كريستينا وفاهم إنها مش خطر عليه خالص وهي قاعدة على الكنز. سألت أنت كويس يا حبيبي وكمان تسأل لو أكل ولا لسه عامل فيها رايت بوس وطلع سميع. بطلنا التنين الكيوت ده بتصوصه جامد وهو بقاوح إنه زمان كان بوسه ممكن يقعد شرب حالة من غير ما ياكل أي حاجة. كريستينا خدت بالها من جوعها وراحت مبتسمة ابتسامة خفيفة كلها فهم. فجأة كده جسم بطل الرايت بوس اتحرك لوحده من غير ما يتحكم وطار ناحيته وهو مش فاهم ليه. بحاول فرمل جسمه بكل قوته كأنه ليفل ماكس وحاسس بهنا جامدة لكرامتها عشان مش قادر يتحكم في حركاته. لما شافها بتجهز حاجة كده بالسحر التنين الكيوت فهم من غرايزه الجديدة دي تسيطر على عقله وحاول يهدي نفسه على عقله. فبيحاول يحافظ على هدوءه ولا بدأت ترجي الببرونة السمارف بتاعنا بقى فضولي عارف الست دي ناوي على زي كريستينا وقتها طلعت له الببرونة تلمع جاهزة مخصوص عشان البيبي الكيوت ده. شالت الغطا بالراحة قوي من على الببرونة دي والريحة طارت في الجو. الريحة دي وصلت بسرعة مناخير التنين بتاعنا في ثانية. التنين فتح عين على الآخر واستوعب إنه لبن طازة بصعوبة هو بيعافر ضد رغبته اللي مش قادر يتحكم فيه. ولما كريستينا اديته الببرونة بطلنا السمير يبدأ يتردد وسامسون المفروض ياخدها بجد ولا لا عشان كرامتك رايت بوس أتوي. وكان بيفكر يرفض العرض ده بس لما شافت رفضه ده بدأت تسحب الببرونة منه بالراحة كده وقالت له إنها مش هتقدر تعمل حاجة لو هو مش عاوز. التنين اترعب جامد لما شاف إن الست دي قد بتاخد منه الأكل اللي يجنن ده ومن غير ما يفكر مرتين لما ادى ايده الببرونة دي ومسك فيها جامد قوي كأنه بيمسك في روحها. بطلنا بالبع اللبن ده في باق واحد وكريستينا وقت علت قالت إنه باجد كان واقع من الجوع وهو بيشرب زي المفجوع. الوحش الكيوت بيحاول يحافظ على كرامته وبيقول لنفسه ده مجرد لبن عادي بس في الآخر نفسه مبهور بيه واستغرب ازاي طعمه جامد قوي كده. بسطل ابتسمت وراحت سألته لو طعمه حلو بجد. الرايت بوس شبع بس مكسوف شوية من الموقف ده. هي قامت وقررت تندوع على الوحش الكيوت ده ببساطة. حنين أيموت ايدها ليه بتطلب من البوب يجي معاه. كريستينا اشرح لها ان في حاجات كتير جامدة واكله قد كتير مستنياه عشان اجربها لأول مرة بره الأوضة دي. وعلى فكرة رغم انه مش فاهم كلامها كله التنين الساحق فمنها بتعزم عليه يروح معاها حسبها في دماغه لأن الست دي مش خطر عليه خالص. الأوضة مفيهاش غير دهب ملوش لازمة. غير كده بطلت أنا غريزة البقاء في الجسم ده قوية جدا تمنعه إنه يعيش لوحده دلوقتي. ماسكة الجوهرة الضلمة بتاعت جامد وبقنع نفسي إن القرار ده ملوش أي علاقة بطعم اللبن الجامد ده ومن غير أي مقاومة الكتكوت مشي أحيا الست دي وهو بيجر كنز الغالي كريستينا. رحبت بالوحش الصغير ده وشلته بالراحة خالص بين إيديها وحضنته جامد. اتنين العامل كيوت ده وبتشكر ربنا من كل قلبها على إنه لسه عاش وإن ربنا رزقها بيه اتولد مع ابنها بطلنا الأسطورة. كان مستغرب حوار إن حد بيشكره ده
لمجرد انه عايش، بس اعترف الاحساس ده مش وحش وبسطه. ابتسامتها الحنينه دي خليته يلاحظ بسرعه تفصيله حزينه في الليله دي. الحقيقي اللي بتتكلم عنه كان الروح الاصليه للجسم ده، واللي غالبا كده اتبخرت وراحت لحالها. ساعتها كريستينا خد بالها من الحجر الضلمه اللي هو ماسك فيه بين ايديها واسنانها. بفضول كده سأل البتاع ده هديه لها ولا هو عايزها؟ تشيله له معاه حبه كده. الست الطيبه دي قربت وشها من الوحش الكيوت ده بحنيه، وكالت ان الحارس المفروض ما يكونش مكتئب وهو فاهم الطبطبه دي. ساحت فيه خالص وعصرته في حضنها وهي مستغربه ازاي كان بالكوتينس دي اتولد اصلا. وهي ماشيه ناحيه عن باب القاعه، كريستينا بتطلب منها ان التنين الكيوت ده ياخد بالها منها من هنا ورايح. فيبص ورا بصه سريعه كده على المقبره الكبير وبيشكر من جواها بجد الروح القديمه انها سابت له فرصه الحياه الجامده دي. بكل احترام، بطلنا بيتمنى من قلبه ان الطفل ده يلاقي سلامه. هو متدلع في حضنه بيوعد نفسه انه المره دي مستحيل يموت بطريقه عبيطه وضعيفه كده حرفيا، ولا كانه نوب. مركز بقى اللي جاي وقرر انه هيستغل كل حاجه، حرفيا اي حاجه قدامه. هدفه الاساسي دلوقتي يا جدعان هو انه يبقى يقفل الوحش عشان ما حدش ابدا يقدر يلمسها ويزعله تاني ابدا. بعد شويه وقت التنين الكيوت ده هيفتح عينيه بالراحه اول ما حس بنور شمس الصبح في الاوضه الفخمه دي. بيتمطع وسط المجوهرات اللي محاوطاها على السرير الطريق، وبتقوب بصوت عالي جدا. فوق كده شعر بحال عدم مقابله القاعه، وزعيم العصابه المتنكر ده قاعد منتخ على السرير وبيفكر ان دوت تامله. الصباحي بطلنا بيفتكر انه في الاول خالص كان متسوح جدا بجسمه الجديد، بس مع الوقت اخد عليه. ولما بدا يركز في الجوهره بتاعته اكتشف ان الجسم جامد طبيعي جدا، اجماع الطاقه لقلبه دايركت من غير مجهود. ولما لمح كريستينا بتضرب تعويذات لقطه وهي طايره، وفاهم ان السحر في العالم ده بيمشي بطريقه تانية خالص. وبما انه بيستغل كل ميزه في جسم المرعب ده، تنين ركز طاقته انه يفرمه تدريب في الجزء السفلي من القنوات الروحيه، وبياخد نفس عميق قوي الحوش المفتوحه ده، وبيكتشف ان المكان ده فيه انظف طاقه شافها حياته حرفيا. البوس الصغير بتاعنا كان مبسوط جدا لما لقى ان الجسم الجديد ده ما فيهوش اي شواب، بس مزاجه قافل فجاه اول ما افتكر الحاجه الوحيده اللي تعصبه وتخليه على خيري وقريب جدا. في جنيه سحريه صغيره كده بتطير رايحه جايه حواليه ومش بتفصل شحن. تخيلوا بتبص للنور تبع بجد، متضايق من الحرس الغريب ده اللي لازم فيه ومش بيف الكائن الصغير طاير فوق راسه بالظبط. وكمان التنين الكيوت مستغرب البتاع ده مش بنام خالص، بيحاول يهش الجنيه دي بعيدنا عن مخالب الصغيره. وفتكر ان كريستينا جابتها عشان خوف عليها قبل ما تمشي. بطلنا الجامد تعصب وهو بيضرب في الهواء عشان مش عارف يعمل تمارينه الجسديه في وجود الرقابه دي. تخيلوا بقى كل حاول يهرب بره البيت الجنيه الرخمه دي تقفل الطريق وتسد السكه. ربع ايده وهو متعصب قوي، وقال ان الجنيه دي شغاله عصفوره بتنقل اخبار وبتجري تفتن الامه اللي متبنيه. هو بيركز طاقته المظلمه. زعيم السرافر حس ان اوقات المرعبه بتزيد وتكبر بشكل مرعب جدا. عين نورت بلمعه شيطانيه، وقرر ان ده احسن وقت عشان يختبر فيه مهاراته واليفل العالي الجديد ده. فعل سحر الانتقال بسرعه، والتنين الكيوت اختفى مكانه في لمح البصر. بس للاسف الجنيه اللازقه دي طلعت وراه ومسكت فيه، وهو عارف انه بدري قوي عشان يقدر يتعامل معاها، ومضايق انه مش هيقدر يخلص عليها. في خناقه مباشره هو بيهرب من الجنيه التنين الكيوت، فانه محتاج يظبط خطه عشان يطير المراقبه دي من عليه في اسرع ممكن. المصيبه الاكبر بقى انه لاحظ مشكله ضخمه في الكلام وهو بيحاول، وبيطلع اصوات كيوت قوي. التنين اتنهد بزق وحس بخنقه. انتهت الكلام دي مش هتختفي غير لما جسمه يكبر شويه. وهو مكسوف جدا الزعيم بتاعنا بيقول للجنيه تبطل تقلده وطب عليه عمال على بطال، لانه حاسس انه بجد هيموت من الكسوف. فجاه نسي عصبيته دي لما حس طاقه مانا جباره معديه من جنبه. الجدعان بتقرب. كريستينا ظهرت في خمسات نور ازرق وبتسال بحنيه لو الكتكوت بتاعنا كان عاقل. امرضت بصوت كيوت خالص. والست دي قالت بفرحه انه وقت الاكل، وهي بتدوب من كتر الحب. رايت بوس بتاعنا بيفكر انه هنا اصلا عشان يظبط اكله. الست دي قررت تجرب حوار جديد كده، وبتدي له حته لحمه وبتساله لو يا ترى مش حابب يغير نظام اكله ده شويه من اللبن. الحمى المعلم بلع الاكل من غير اي معاناه، وده خلى امه تمدح ذكاء عشان بيفهمها بسرعه كده. الواد بيفلكس وبيفسر ذكاؤه ده انه بيفكرنا كلنا انه شايل جواه روح وحش اسطوري عنده 999 سنه. البطل بتاعنا طاير من الفرحه. انت تمثيليه ليفل واحد جايبه هما الشلفل. الست دي بتقرب منه وبتساله لو عايز حضن، بس الكلبوس ده بيصح لها في دماغه انه عايز بس اللبن، وهي بتفرك وشها فيه. الست بتطلع كل حنيتها عليه وهو بيسلك في الحوار ده على انه مهمه رسميه. نظرت ام التبك اللي مليانه حنيه بجد طافحه. حاضنها بيه بتدرجون جامد قوي في حضنها. كريستينا اتحلف ثقه ان الواد ده الطف كان في الكوكب ده كله، وفي ثانيه بتستوعب غلطتها. بتقول انها نسيت خالص حوار الاكل ده. واخيرا بقى الست بتديله الببرونه وبتقول ان دي احلى حاجه عنده، وده بياكد توقعات الباب السمير في ده. وهو بيرضع ببزاج بيعترف من جواه الطعم الجامد ده هو السبب الوحيد
التمثيليه الكيوت دي. وفي نص الاكل المعلم بيبص بعيد بيراقب حركاته دي وبيلاحظ كريستينا دايما متعوده تقعد جنبه كده عشان تري معاه عن يومها ماشي ازاي زمان. طلع المكسمه ملاقي في المكاش بيطيق يسمع رغي الناس خالص عشان ما كانش عنده اصحاب حياته اللي فاتت والرام كده. الاتنين الصغير حس ان الفضفضه دي مفيده جدا ليها وهو بيسمع الحكاوي دي. شاف الست دي بفك وتهدى خالص وتبقى ريلاكس وعايشه في الروقان. ملامحها عديت خالص وغير ده. الرغي ده خلاه يلقط لغتهم بسرعه وكمان شويه معلومات في الجون عن العالم ده. فجاه كريستينا قطعت تفكيره وبتدلع وتقول له نونو بفرحه توفر. شافته مخلص المبرونه فقام سالته بسرعه لو شرب اللبن كله الرايت بوس الكيوت بتاعنا. قام حضنها بحنيه وحس انها تستاهل فعلا التقدير ده. كريستينا بتهزر حذرته ان مفيش حاجه بلاش وطلبت منه يعمل حركه تضحك مقابل الاكله دي. الرايت بوس اخد طبات على راس اتعصب زيه وهو عاش 1000 سنه بحالهم. كوحش اسطوري رايت بوس ودلوقتي بيقول من نفسه عشان شويه لبن ورم كبرياء المنجرح. رايت بوس طلع صوت تزييق كيوت قوي وهو بيشتم اللحظه دي جواه عشان ما يحش بقهره الواد السميرف ده. قرر الموقف ده من دي مثله شرف عشان يرد الجميل اللي لسه واخده. الست ده حرفيا في الكياته دي. التنين الصغير خد نفسه وارتاح انه اوفى اجزت من الاتفاق ده وريح دماغه. من كتر حنيتها دي استسلم للواقع واعترف انه ما ينفعش يكون جاحد ابدا مع الناس اللي بياخدوا بالهم منه. وخلال المس تتبطب على راس النونو كريستينا. تمنت النونو ذكي زي يقدر يعيش حياه كلها فرحه ورقان. صدق اقل لمس روحها من جوه خلاه مخرس حرفيا ومش مصدق وهي بتتمنى له يعيش حياه احسن وهو بيراقب تصرفها. اعترف انها ست طيبه جدا قلب دافي وابيض بزياده قوي. وبعد كام دقيقه البطل السمير بتاعنا بتحرج على الارض زي اي نونو. ريد بص كيوت التكسف ومش عارف رد الدلع ده ازاي. المشاعر كلها فجاه فكرت السمير في دعنا احد من ايام ما كان تنتين بيقول كلام زي بالظبط في فلاش باك قديم بتاع بسماوي. بتساله هو بجد مستمتع وقضيه فارمينج وتدريب ليفل ماكس للبت. شعر ابيض عايزه تعرف لو هو مبسوط بالجريان ده بجد. بس التنين بتاعنا سكت. البنت اتعصبت من سكوتها ده وراح لا يا نوب فرض عليها طريقهم في اللعبه مختلف. الثعلبه راحت مشاوره بصباحها في وشها وقالت لها ده كله بسبب افعال الغبيه دي. شافاه لاعب عبيط من غير اي سبب ومن غير اي لف ودوران صاحبته دي. سالته في وشها لو عمره حس بالسعاده الحقيقيه في حياته كلها وكملت كلامها. خطبه طويله ان الريد بوس ملوش اي فكره عن الاحساس ان حد يعشق بجد. فنفض لفكره الحب دي واجدا مفيش اي مكان لاي افهات قبل ما يوصل للماكس ليفل. البنت اتنهدت من بروده ده وافتكرت ان هي كمان خلاص قربت عمل ليفل اب بس مش قادره تسيب الحاجات اللي بتحبها. فجأة الحوار اخد حتى تاني خالص لما كشفت عن قرارها انها تسيب كل حاجه عشان تبقى انسانه. الدراجون بطل تصدم ان الخبر ده بينما الثعلب وهي مبسوطه اعترفت ان القرار ملوش اي منطق نهائي. وبنظره كلها رومانسيه في عينيها شرحت انها لا حد بجد قادر احبها جد حتى وهو عارف حقيقتها الروحيه دي. المشاعر القويه دي كلها البنت قررت ان الصح الوحيد اللي ممكن تعمله هو انها ترد كل الحب ده. لفت ظهرها عشان تمشي وهي بتمنى من كل قلبها ان في يوم من الايام صاحبه ده كمان اكيد يفهم الاحساس ده بالظبط كده. بيكتم ضحكته بالعافيه وبيسف على صاحبه القديم عشان فاكر ان حاجه مزق كده ممكن تحصله في حياته المحارب ألق. وافتكر ان البشر ممنوعين اصلا يهوبوا ناحيه المكان ده بس قرر انه ما يبوظش عليها اللحظه فرحتها. وهو بصص للثعلب بيمشي بعيد استوعب قد ايه هو كان رايق بوجودها معاهم واتمنى ليها من قلبه حب كتير. فجاه الذكرى بتشف وبنشوف صاحبته واقفه والدموع خلاص ماليه عينيها. هي بتساله ايه سبب الرياكشن ده. العلواشه اتعصب جدا من زنه وطلبت منه يفتح بقى ويتكلم عدل او قول اي حاجه توكسيك زي ما متعود يعمل دايما. الثعلب وهو بيخلى بعيد قال لصاحبته تعيش حياتها مبسوطه الطول والعرض وهو بيد عليها انه كان بس عايز يبقى كيوت بس تشتم في الاخر. وبكده ذكرى الوداع الدوشه دي بتبدا تختفي من دماغه خالص بالبطيء. البطل ركز على ملامح الفرحه اللي هي سابتها وراها والبطل بتاعنا من جواه شكرها على اللحظات اللي عاشوها سوا. نرجع بقى للحاضر ليه في الوحش بتاعنا بياخد اول خطواته وبدا يفهم المعنى الحقيقي بتاع تبادل الحب والمشاعر. كريستينا فجاه بتدخل الأوضة وهي شايلة الشنطة وبتسأله بحماس لو كان ولد شاطر ومؤدب. الست استثمرت مكانه ومكملتش كلامها أول ما شافت البيبي واقف. قرر يستغل الطور الخطير ده عشان يبين ليها الشكرة بيمشي ناحيتها بكيونس مش طبيعي. التنين بيستعرض قدامها بكل فخر إنه بيكبر واثق من نفسه. رايت بوس بايس ميرف فاكر إن استقلاليته دي هتكون كفاية عشان تخليها تخلص من الجنية المستفزة دي. بس الخطة باظت خالص أول ما كريستينا وقعت على الأرض بقطعت من الكوتينس وسابت التنين المرعب ده في حالة بانيك. ومن غير أي إنذار مامته هجمت عليه بسرعة وعصرته في حضنها. كتكوت ده غرقان في حضن مليان. حبت تقول له كيوت وهو مسالم تقبل إن الجنية دي زقالة حرفية. وبعد ما حط الزعيم الكيوت ده على الأرض كريستينا هديته بدات أفتكر إن جابت هدية جامدة مميزة جدا. وهي بتدور جوه الشنطة البط بتاعنا بيتحمس وعشمان قوي إن المفاجأة دي تطلع أكل عشان جعان الست. قالت له إن دي حاجة سهلة في الأكل
حتى لو ما عندوش أسنان لسه، خلى بطلنا الجامد يتجنن. كريستيانا طلعت بيضة بيضة وكبيرة. صدمت التنين الكيوت لما كشفت إنها جايبة عنقاء هدية وهي بتشاور كده على الشنطة المفتوحة دي على الأرض. كريستيانا قالت بحماس قوي إنها جابت معاها بيضة عنقاء. التنين الصغير ده ركز في الحاجة دي باهتمام ومستغرب من الحوار الجديد ده، وبيفتكر إن العنقاء دي هي الطائر الخالد اللي على طول بيكرر دورة التناسخ وشكله كده شبه الطائر الجرمزي بتاع زمان. ورغم الشبه ده زعيمنا المرعب أدرك إن الكائن المرعب بتاع حياته اللي فاتت ما كانش بيطلع من بيض أساسا. الشكوك دي كلها التنين الكيوت مشي وهو متحمس ناحية الشنطة اللي على الأرض دي، وبيطلع أصوات فرحة كده وساند على حرف الشنطة الجلد دي بأيديه القصيرة عشان يشوف الحاجات اللي جوه. وبمجهود صغير الزعيم الصغير بتاعنا ده قدر يطلع بيضة كبيرة بتلمع ولونها مصفر شوية. كريستينا كانت بتتفرج على المشهد ده مسحورة بيه تماما، والبيبي بيظبط قعدته ومسك الوجبة التقيلة دي من غير ما يضيع أي وقت. عض جشرة بحماس رهيب وهو بيحتفل بأول وجبة صلبة ليه. الصدمة جات على طول لما أدرك إن ملمس الأكلة العظيمة دي ناعم جدا بيدوب معاه بسهولة، وهو مصدوم من جودة الأكل ده. بطلنا الأسطورة ده بيعترف بحماس قوي إن الطعم ده جامد وحلو جدا. الأم بالتبني بتبتسم بارتياح كبير وبتشرح إن دي تعتبر أكلة رايقة مخصوصة ومشوية على النار. اتنين أحمر وهو بيسف الأكل الجامد ده. البيبي أخد باله غير الطعم الخرافي ده كله هو كمان قادر يشم ريحة نار خفيفة كده. كريستينا بتقول له ياكل براحة وعلى مهله، وبتديله الإزازة السحرية دي عشان يبلع بيها السمك وهو بيشفط مشروبه. بلافة بيسمع الست وهي بتقول إن ده أحسن حاجة ياخد باله من معدة. البيبي الحساسة دي سحرنا المرعب مقتنع إن قوام الأكل الطري ده بيخلي الموضوع ده أسهل بكتير قوي عشان يخلصوا كله من غير أي حوارات. شبع من أول طبق وراح طوالي مغرب للشنطة عين على اللي بعد. بس التنين السميرف ده لاحظ إن حتى من الأكل حمرة بشكل أوفر ملمسها ناشف. لما استوعب صعوبة قرر يركن الحتة الغريبة دي على جنب عشان يوصفها بعدين طالما لسه قدام اختيارات تانية سهلة عدا شوية وقت. والباب اللطيف ده ريح خالص بقرش مليان بيطلع شوية أصوات رايقة ومريحة جدا. على أرض الأوضة مبهورة جدا بأكلة الجبارة دي كريستينا بتتبطب عليه وبتفكر إنها كان لازم تجيب أكل أكتر بكتير وهي بتحضر البيبي الكيوت ده. قالت له هتروح تجيب شوية حلويات كمان وطلبت منه يريح في أمان. أول ما البوس بقى واحدة المحارب المرعب ده بيطلع تساؤب تقيل وعارف كويس إن الموضوع هياخد شوية وقت عشان يضم كل الأكل ده. النوم كبسه بدون إنذار وقفل عينيه على الآخر في عز حاله الكسل دي وهو مسترخي. الصغير نام بعمق في سريره المنفوش ده بعد ساعة اتهزت خفيف وهو بيسمع الهدوء التام بتاعه. الأوضة الفاضية دي الريد بوس ده فتح عينيه بالراحة وبيفوق من نومته الطويلة دي بعد حتى تمطعيط محترمة كده. البيبي ده قام وبفرض جسمه جوه البسكت مزغلة شوية من النور قعد كده ويسأل نفسه هو بجد أغمى عليه. بيبص حواليه في الأوضة العملاقة الفاينة البوز ده اكتشف إنه لسه لوحده لحد ما لم غريبة جنبه. اتفاجئ اتنين الكيوت لاحظ ان سلة الاكل مليان على اخرها فعرف ان كريستينا عاد وهو نايم وبدا يحس ان رئة جري وقرر ياكل بس حتى زيادة عشان بطل فضيت خالص بسرعة وهو نايم ومقتنع بحاجاته التعبانة دي. البطل بتاعنا خطوة وهو فاكر ان بيضة كمان مش هتبوظ خطته خالص، وهو الهواء حلف لنفسه ان الهدف هو ببساطة انه يسحب شوية من النار والموضوع مش تفاصيل عيال خالص. بس الهبوط فشل لما رجله غرزت بشكل غريب في السطح الناعم بتاع الطبق اللي اختاره. اتنين الكيوت اتجمد اول ما حس الملامس الملوف تحت جسمه تحته اكتشف انه نزل بالظبط كده فوق اسوأ حاجه ناشفه الوحيده اللي كان رفضها قبل كده، واعتبر الموقف تحدي شخصي. الرايد بوز ده جمع طاقته الضلمه وهو شايف الوقت المثالي عشان يجرب. وقتها ركز كل طاقته دي في الرجل اليمين والسمارف ده اخد تنهيده عشان يركز جدا في الضربه وفي حركه سريعه طلع هجومه المباشر المليان بمانه ضلمه عنيفه على القشره. المخالب خبطت في الهواء بقوه وعملت خبطه جامده جدا. حست الهواء حواليه الانفجار ده عمل انفجار رهيب بنور احمر اشعه ضلمه في الاوضه كلها. البطل بتاعنا اتصدم ورجع لورا لما التراب هادي طوال الاكل ده سليم زي ما هو قعد على الارض. هو مصدوم وبيسأل ازاي ده حصل وان مفيش حتى خدج الصغير حتى ظهر على سطحها. اتعصب من النتيجه اللي تكسف دي. الواد رجع لورا كام خطوه بغير وقفته. اتنين الكيوت ده نط جديه عشان هو فاهم ان الاكل مش هيتكسر بضربه عاديه كده. ايوه ضربه عاديه. قعد يبرطم ويشكي انه مضطر يشيل مد البوس عشان حتى اكل. فجمع كوره سحر اسود من جدا سحر اسود خام في اللي هيحصل. الواد حلف انه هيطلع طاقته كلها في الضربه دي. ضربه واحده تنهي الحوار وفجاه هالة الذئب المرعبه من حياه اللي فاتت رجعت تظهر تاني في الضلمه بعظمه. والبيبي الكيوت ده طلع زئير مرعب زئير شجاع ليزر طاقه ضلمه متواصل نزل بخشوميه وعنف مش طبيعي خالص. اغدغ البيضه من غير رحمه وهو بينهج من التعب بعد الحركه الجباره دي. التنين النونو شبع عشان يحاول يشوف النتيجه وسط الدخان ده ولا ما شاف القشره اتكسر من فوق. البوس قعد يحتل بانتصار الجامد وعاش دور العظمه بتاعه. عظمته اللي ملهاش زيه ومتحمس عشان ياخد المكافاه. التنين الكيوت قرب كان عايز يدوق الاكل اللي سحبت
كتير قوي منه، وفجأة الواد فتح مكانه لما شاف الشروخ بتوسع عمالة تفتح لوحدها بطريقة غريبة ومريبة جدا، غريبة قوي. ومن وسط اللخبطة دي كان أبيض صغير نط من جوه القشرة المتكسر وعمل صوت رفيع. البطل بتاعنا كان مصدوم ومشلول في مكانه، مش مستوعب العبث اللي بيحصل قدامه حرفيا. وفي نص الأكل المتدغدغ ده بالظبط كده عصفور صغير نونو من راسه وبص التنين البيبي هو قاعد في مكانه مصدوم ومش مصدق اللي شايفه التن الصغير ده. مهمس نفس في عصفور لسه فاكس المفروض عشوه، العصفور الصغير عمال يصوصه فرفرحه وكيوت قوي، مش داري اصلا صدمه الوحش اللي قدامه. الاحباط عميق وحط ايد على راسه بيسال نفسه ايه الكائن ده، في حين ان القشره كانت بتطلع حراره واضحه قوي كانها اكله مسسلوكه. وهو الطائر ده عمال يتحرك بعبطه التنين الصغير لاحظ ان الطاقه اللي طالعه منه دي غريبه جدا، ضيق عينيه وافتكر على طول الضربه الجامد اللي عملها من شويه عشان يفتح الاكل. الطائر الصغير ده هلا بتنور كده حوالين جسمه كله. ماكس ليف الوحش ومثالي بان من النار وصحراء الاسود بطلنا المحارب. اتصدم لما استوعب ضربته المدمره دي ما اختفتش، لكن حرفيا تشفط من الطفيل اللي كان نايم. هواه الريد باصو بتاع النهار وقع على وش في الارض، ومقهور بتحسر على كل عطل محوشها 900 سنه طارات في الهواء بسبب الكائن ده. الكتكوت ولا حاسس بالكارثه او فرحان وعمال ينطف اتجاهه. بطلنا بيشتموا في صار على مجهوده اللي اتسرق. طائر بتمسح احب في وش السمير بتاعنا اللي عمال يشتكي من الدشه الغريبه بتاعه الضيف الرزل ده. رغم المزاج بطلنا زي الزفت، الكتكوت الجديد ده مصمم انه يتدلع وعايز حنيه واهتمام. التين الصغير مستغرب تزييق الاوفر ده بيسال بعصبيه هي كل طيور العنقاء بتتولد الدلع كده؟ وفجاه معلومه بيولوجيه من خبراته الطويله طرت في دماغ بطلنا المكساي وخليته يركز وياخد باله. افتكر ظاهره مشهوره جدا في الطبيعه ان اي مولود بيعتبر اول كائن حي بيشوفه هو امه وابوه اهله، وهو عارف كويس جدا نظام الطيور اللي هي المجنحه بتاعت زمان دي. التنين الصغير قرر انه يختبر النظريه الخطيره دي بشكل عملي. كان خطوه بطيئه كده بالراحه على الجنب، والطائر مشي وراه من غير تفكير وخلى السميرف زود سرعته اكتر لحد ما بدا يجري زي المجنون. بطلنا بيجري في الاوضه الضخمه في حين الطائر الصغير اللي مش بيتعب طائر لازق في كعبه من غير ما يسيبه يشم نفسه. بعيد من قمه الاحباط عشان خلاص خسر راحه بال الوحش الكيوت ده هرب. اتقبل المصير المأساوي انه فجأة بقى بسنجل. الريد بوز ده جايب اخره من كل النواحي وطاقته خلصت على الاخر حرفيا. بطلنا اللي عامل سميرف بيطير بعيد عايز بس اي مكان يريح فيه في هدوء، بس العصفور لذيذ قاله زي النوب وبصوصه من غير فصلان بيسأله بعصبية لو الحيوان ده مش هيطير بعيد شوية وعشان تعبان من الحوار ده، فبيترمي على السرير المريح وبقرر يعمل سكيب للمشكلة دي على امل ان الكائن ده يتصرف مع نفسه. الوحش الماكس ليفل بيلاحظ ان صوت الحيوان ده بدأ يبقى ابطأ واضعف من الاول. التين الصغير بيرفع رأسه وهو شاكك لما اخد بالي من تغير صوت مشكلته الجديدة دي، ولما بص تحت اتخض جدا لما لقى العصفور بيعيط كأنه اترمى في الشارع. الكتكوت بيتنهد بإحباط في الضلمة وهو مخنوق وبيفكر ان الطائر الصغير النوب ده ما يعرفش اي حاجة عن الدمار الشامل اللي هو سبه. في الوقت ده كريستينا بتجري الممرات وهي زعلانة ان رجعت البيت متأخر اكتر من المتوقع وماسكة صبت مليان على الاخر. الست دي قلقانة جدا وبتسأل نفسها لو الباب الصغير بتاعها جعان دلوقتي. ولما وصلت الأوضة الأم بالتبني دي بتفتح الباب وبتندو على الطفل ده بصوت حنين قوي، وداس على ازاز مكسور على الأضوط من براحة واستنت ان البيبي ده اكل البيض اللي فاضل وهو مستنيها، وبعد كده راح في النوم. بس الست بتقف في مكانها ومصدومة. على الآخر لما ركزت على السرير المؤقت ولما بصت على مكان نوم ابنها أخد بالها من حاجة بيض غريبة ظاهرة من ورا جسم الصغير. وسط البطاطين دي الوحش الكيوت نام في سابع نومة وحاضن العصفور الصغير مكلبش في صدره. كريستينا اتصدمت من الاكتشاف الغريب ده وبتحاول تستوعب اللي فاكس ده معقولة. ابعد عن بجد العصفور صحي بسبب الحركة اللي حواليه. الكتكوت كيوت فتح عينه وطلع صوت صوت الطفول. هادي السبت وقع من ايد كريستينا وهي متنحة ومخضوضة من اللي لسه شايفاه. يا لهوي على الصدمة. الأم بالتبني بتحاول تستوعب زي كائن أسطوري زي ده موجود كده في نص الحضانة. استنتجت بسرعة ان البيضة دي اتعرضت لمكس طاقة مرعب وعنيف السحرنا رخامه جوه الظلام رهيب. الفضول قتلها ازاي طفل لسه مولود كيوت قدر يستحمل كل الطاقة المرعبة دي من غير ما ياخدش. ده رايت بص متخفي في بالي افتكرت الأساطير عن طائر النار المقدس اللي بيلف في جنان الآلهة. تخيل بقى كائن عظمة زي ده واقف بحمي آخر تنين أسود إليه، حاجة كده زي لفة القدر المجنونة اللي مش مفهومة. بطلنا بيلعب بيهم. كريستينا جاية تتبطب على العصفور فجأة اتلسعت بشرارة. استغربت إن مش عارفة تلامسه. كانت قلقانة من ده بس قرر ما تضغطش عليه العنقاء نفش الريشة. بدأ يفح بصوت عالي جدا بشراسة عشان يطرد الست دي بعيد خالص عن حارسها الجديد الدوشة العالية دي. في الآخر صحت بطلنا اللي قام ببرطمه متعصب فشخ النوم اتقطع بالطريقة المستفزة دي. دبرة هادية خالص. كريستينا بتسأل وهي مستغربة ازاي عصفور فاكس من بيضة مطبوخة. الكتكوت عمال يصوصه كأنه بيبرر موقفه
خصوصيته الطفولية الكيوت، الكتكوت صغير ده راعي اتمسح في المحاربة تاني عشان يتدلع، والست وضحت ما فيش غير عنقاء واحد بس لكل جيل. وبدأت تشرح إن الدورة السحرية بتشترط إن الجيل القديم يموت الأول عشان الجيل الجديد يقدر يتولد خلال 100 سنة بالكتير. بجد ده سمرف ليفل ماكس. التنين الكيوت بيسمع أي كلام وهو مكبر دماغه خالص. والأم اللي متبنياه دي بتقول إن العنقاء المفروض لسه عايشة لحد دلوقتي. الأم قلقانة قوي على توازن العالم، فكريستينا دي مستغربة لو في مصيبة كبيرة حصلت في الدنيا عشان تجمع النور والضلمة في سرير واحد، وهي عارفة كويس قوي إنها بس مستحيل تفكس للموضوع العبيط. الست بدأت ترجع بصوابعها عشان تندو، تستدعي الجنية السحرية الصغيرة وبتبدأ تفهمها إنها ضروري جدا تروح حالة تقابل كبير التنانين الحمراء عشان تتكلم معاه عن البيبي الجديد، عشان هو ماستر في النار وبيربي كمان اتنين زي صغير. سابت مراقبة الأوضة كلها في إيد الجنية الصغيرة دي، شكرتها على وقفتها معها دي في الوقت اللي الجنية اطمنتها وقلت لها إنها تهندل الحوار ده كله لوحدها عادي وهي بتودعهم بحنية. كريستينا طلبت من الصغير يخلي باله من نفسه وهو وافق عادي ورفع ايده بحماس. بطل الليفل وحش مش قادر يخبي حماسه وعارف المشيان ست دي معناه وقت فراغ رايق ومزاج عالي ليه، ورغم انها كانت متردده تسيب العيال الثلاثه دول لوحدهم لفت ظهرها ومشت وهي واثقه ان البيبي بتاعها هيكون زي الفل. الست دي كانت بتفكر ومبهوره بالواد ده، وانه مش بس عاقل لا ده عنده هاله مرعبه وغيم واضحه جدا. وافتكرت وقتها التنانين الصغيره العاديه بيستخدموا سحرهم دايما بطريقه عشوائيه وغبيه جدا ممكن يفجروا الدنيا، لكن اتنين فبالذات سمارف ومختلف تماما ده بيبين دقه مرعبه ومعقده وهو بيتحكم في المانا بتاعته. مبهوره جدا بموهبه الواد الطبيعيه دي. كريستينا استنتجت انه اكيد مش مجرد طفل عبقري عادي، لا ده حرفيا ماستر قتل ليفل وحش. في ذكرى سريعه كده جت في بالها وافتكر اليوم اللي سالت فيه حد الراجل اللي متغطي بيسال لو هبابه اي حاجه في الكائن ده قبل التبني، وعشان تني اي قالك الست دي بتاكد لنفسها ماضي الواد او شكل الغريب ده كله فاكس لها، بتبين غريزه امومه قويه جدا وهي فخوره ومطبله تماما. دورها الاساسي جدا كحارسه وحاميه للروح. وفي نفس الوقت قاعد على السرير المحارب المطرشه من العام سمرف سرحان في افكاره بيفتكر تفصيله كده مهمه عن الحكايه دي. هو بقى بيفتكر كل الداتا اللي عن ابن بير النار، شاب كده شعره احمر وضحيه جدا في دراسته وكل الناس عارفه انه موهبه فاسده. الواد العبقري ده بيراقب مكانه بهدوء وشايفينه كأنه بالضبط اشعاع امل وتأيير ايجابي جدا للكل حواليه ده في المستقبل. وفي خيالها بقى الام بالتبني بتتمنى ان الكتكوتين دول يقدروا سوا عملوا صحوبيه قويه مع مرور الوقت. ونرجع تاني بقى لتحذيرات الامان الاخيره قبل ما تمشي الجنيه طايره بتركيز وبتاخد اوامر صريحه تبلغ عن اي مصيبه فورا. كريستينا بتحذر البيبي الكيوت ده انه ما يبعدش عن روح الحارس تحت اي ظرف ومبتخ غير صرخه تاكيد صغيره. وفي اللقطه دي البطل بتاعنا بيبص للجنيه المنوره دي وهو جايب اخره منها وعايز يعرف ليه الجاسوسه الرخمه دي لسه بتراقب كل حاجه هناك ولا كسفه وشاب. الخده بيتفعص من غير حتى انذار من الكائن الصغير البجح ده. قبل ما تمشي خالص ست بتمسك اتنين صغير وتديله حضن اخير وعنف جدا من الحنيه، وده بيخلي التنين المطرشم ده دايخ من كتر حنيه الاوفر دي. وبترجع تاني السبت وبتحلف انها ترجع في اسرع وقت، وبالرغم ان باب الاوضه اطفل خلاص وساب المكان كله في صمت مرعب. المحارب اللي ابو رجل قصيره ده بيفوك ده انا بتسكان المكان زي الرادار عشان يلقط اصوات الممر الفاضي على الهروب. استمع كام ثانيه مهمين عشان تاكد ميه الميه ان الست دي خلعت بجد. السكه كمان قشطه التنين الكيوت اللي عامل نوب فالايد الصغنه وبيجمع كل طاقته المكبوته وبنطه واحده فك بيها. احتفل باللحظه دي وراح خابط وموقع من الفرحه العصفور الغلبان ده في عز انفجار. فرحت ونط بره الثابت بتاعه بسرعه جدا قالك مفيش منطق فضل منتخ هناك كده زي الشاطر طول اليوم كان واحد عامل ريات شتاو ملوش اي 30 لازمه. شوفوا بطلنا القوي ماشي بثقه وبتذمر ان قوانين الاطفال مبالغ فيها ده كانت بجد بتبوظ خالص. روتين تدريب القاسي وهو بيتمشى براحته جوه الصاله الواسعه قالك مش هيبقى فيه اي مشكله لو استكشف بنفسه حضانه الاطفال الواسعه دي شويه لوحده. فجاه الكائن ده لف وشه ومتضايق قوي من حذيرات الجنيه الزنانه اللي في ظهره كان قصص للروح الصغيره اللي طايره دي. عرف الريد بوس ده من جواه امر الكائن ده يبطل احكامه الصامته دي وبحركه سريعه مسك طائر العنقاء النوب كان هيطلع واقف في سكه الهروب الاستراتيجي بتاعه ومن غير اي ذره. حني السمارف بتاعنا شال الطاير اللي مفرد ده فوق كتفه بحركه سلسه وسريعه وثبت الحمله الحايده فوق راسه. استنتج ان ده احسن 100 مره من انه يعمله مركوب بدل ما يتكعبل في النوب المشي وراه على طول. خليكم معايا وهو مكمل تمشته جوه الصاله. البوب الصغير ده اتقدم ناحيه حيطه ضخمه والجنيه كانت تراقبه وهو بيفحص الباب الكبير المزدوج اتنين اللي في المكس. حسب بقى الطول بكل ثقه استنتج انه يقدر يوصل للاوكرة بنطه جامده. البطل بتاعنا بيتني رجليه القصيره وبنزل جسمه لتحت قوي عشان ينفذ خطه الهروب بتاعته. خطه الصايعه بياخد عزمه كبير على قد ما رجليه الصغيره تشيل بيطير نفسه من فوق
الأرض الفخمة دي للهدف فوق وهو في الهواء. البوس بتاعنا بيفرد مخل وحاسس بنشوات النصر القريب. أخيرا هيفتح الباب ده، ولما داس أوكر الباب المعدن دي لتحت سمع تكة قفل، وفهم في ساعات إن المخرج ده اتقفل بالضبة والمفتاح عشان محدش يخرج. ولما رجع أحبط للأرض التنين الصغير بتاعنا، عينه جت في عين الجنية وفهم بالظبط اللي هي الجاسوسة دي كانت بتراقب محاولته. بكل برودة صاحبنا مش هيسكت قدام الباب، وبدأ يطلع طاقة ضلمة وثقيلة، طاقة سوداء، ويثبت للكل إنه مش باب كيوت خالص. وبكل رؤى سحر الأسود باحترافية اللي في الوحش. التنين السميرف ده بيلعب في تروس القفل لحد ما فتح السكة من غير أي مجهود بدني يذكر. وأخيرا بقى المزدوج الكبير ده تفتح وبين له ريك سالك لبرة الحضانة دي خالص. هو معدي من الفتحة. البطل بتاعنا ركز إن أهم حاجة دلوقتي هي إنه يشوف رد فعل الجنية السحرية دي هيكون إيه على الهروب ده. الروح الصغيرة دي طايرة من ورا الممر وبتنبي السميرف بتاعنا بقى ممكن يكون في انذار لكريستيان، بس فجأة اتلف وشه. هو مصدوم جدا لما شاف رد فعل غير اللي كان متوقع خالص. كان الكيوت المنور ده بيهز راسه. الموافقة كانه بيديل التصريح التنين الصغير انه يكمل، وهو التسوح على الاخر بيهرش وبيستغرب ليه الحارسة بتاعته دي. فجأة قلبت مساعدة جدعة كده، ومن الحظ لعب معاه، حط رجله على الارض وقرر ان ده الوقت التمام عشان يكمل طريقه لقدام وركز في اللي حواليه كويس. البطل بتاعنا اخيرا فهم السر لبرود اعصاب الحراس بتاعه. الممر اللي قدامه ده طلع واسع بغباء اكبر بكتير. العلو الجامد كان حاسبها في الاول وهو قاعد على الارض الساكعه. استنتج ان الحمايه الاوفر ما كانتش لها لازمه، عشان مستحيل اصلا على حتى عيل يمشي بعيد في ماب زي دي. حتى لو قابل يقفل واحد ضيع اليوم كله بيلف على الفاضي جوه هنا. الموضوع ده ما كانش هيفرق في حاجه وهو بيكمل ماشي. الرايت بوس ده بيعترف إن الكبار دول معاهم حق جدا بخصوص استاتس جسم التعبان ده دلوقتي. وبصراحه كده هو معترف ان المشي بالرجلين زي غصيره مش هيجيب معاه مسافه في الرحله الطويله دي، وهو واثق في خطه. التنين السمريف ده ركز المانة السوداء بتاعته، وبحمد ربنا مجهز نفسه بدل للموقف اللي زي ده. غطى جسمه كله بطاقه سحريه خام قويه جدا بالظبط زي نفس التدفق طاقه كريستينا اللي استخدمتها في تعويض الانتقال عن بعد. ولما حس بسحر المكان كله حواليه، المحارب الرايت بوس ده اتحكم في الطاقه الطويله دي كانها حتى من الرعه او الرجله بالظبط. يا معلم الصغيره دي بتنور جامد وهي بتطبس على البيبي اللي كان اصلا بيدور بعينه على هدف اللي جاي في السكه كده. هو بصاص للجنيه دي. البطل بتاعنا حذرها في صرع مفيش اي فايده انها تفضح خطه هروبه دلوقتي، وبحركه صايعه جدا وسريعه ذاك نفسه لقدام بكل قوته باستخدام رجليه اللي ورا. وبيأكد الجاسوسه دي اتاخرت قوي عشان تتحرك. التنين الكيوت ده زعق بكلمه التعويذه السحريه واختفى في ثانيه جوه الممر ومسابش ورا غير خط من الكهرباء على الارض. وفي غمض عين واحده يا معلم العيل ده ظهر فجاه متعلق فيه الهواء فوق وادي جبلي واسع جدا غرقان في نور الشمس. ولما شاف المساحه الخضراء المهوله دي لاول مره في حياته، هو يا جدعان هو مبسوط قوي ده المنظر الحقيقي من بره. المعلم ده مبهور بالرقان اللي بيثبت ان العالم الجديد ده غير خالص عن كل العذاب والحروب في حياته اللي فاتت دي. بس جو الرومانسيه ده باظ في ثانيه. اول ما الجاذبيه اشتغلت جسمه المقلص الكيوت ده بدا يقع. صاروخ من السماء طائر العنقاء الصغير عمال يرفرف بجناحاته وميت من الرعب، وبيحاول يمسك صاحبه اللي بتريه وبياخدها على قد عقله. المجهود اللي على الفاضي ده مفيش اي فرم في الكارثه دي. وبطلنا السمافل بس في الارض الناعمه وعمل حفره صغيره مكان الخبط واقع ومتألم بس بكبر. اعمال يبرطوا من مسافه. الانتقال كانت غريبه قوي لدرجه انه ملحقش يفتح جناحات البوس بتاعته عشان يهبط بسلام. الجنيه دي عماله تطير يمين لشمال وميته من الرعب بسبب الوعى دي ومعاصمه المحارب بتاعنا بسبب افورتها دي. وهو متطين تراب الكلب الكيوت ده بيسال نفسه ليه التعويذه دي كانت سهله ربيعي قوي مع كريستينا. فجاه الدماغه الكبيره دي بدات تفكر واكتشف حسبتها غلط جدا دي في موضوع حمايه المخبأ ده. الجاسوسه دي السحريه طايره وراسها في الارض وعماله بتاكد شك في ان امها بالتبني. كان مستحيل تسيب حارس واحد بس في المكان لو الهروب كان بالسهوله دي. ودلوقتي هم قدام الشله الصغيره دي اللي تايهه في نص العدم. التنين الكيوت ده بيبلع ريقه بالعافيه وبيفكر هل هيقدر يلم العك ده ولا ايه بالظبط.